السلام عليكم شباب، ومعاكم محمد أمين. في بالي ماخدين في خاطركم متغششين عنا مدة ما هبطنا حتى فيديو، وحتى إذا هبط فيديو مش يقعد قصير. هكا هو حكمت فيا ظروف، كما تعرفوا مجلد صغير عمري 14 سنة، يعني ما زلت نقرا وما انقطعتش على الدراسة. وهكا هو. والصراحة الدراسة في جهة واليوتيوب في جهة أخرى. الدراسة أهم من اليوتيوب حسب ما نظن، والحمد لله وفي العام الدراسي وكملت العام الدراسي يعني بنجاح، وجيت الرابع متاع كلاسنا. وهكا هو كما قلت لكم جه الصيف وباش نشيخكم بالفيديوهات. فكرة الفيديو متاع اليوم باش تعود فكرة جزائرية، نوريكم الكومنتير. السلام عليكم، مرحبا، اسمي حسن، أريد أن تفعل بطولة الجزائر لأنني من الجزائر. البطولة اللي قصدها صديقنا حسن هي كأس العالم بالجزائر. باهي، وبالمناسبة هذه نشكر جميع جمهورنا الجزائري، وباش نوريكم إحصائية صغيرة. أغلبية الناس تتفرج فينا 31.2 من تونس، 19.8 من الجزائر، و10.3 من العراق. نشكركم الناس الكل. وبالمناسبة باش نوريكم بعض الكومنتات. أعجبني الفيديو قلب، شكرا لأنك لبيت طلبي واصل، وهذه صاحبة فكرة كأس العالم بالمغرب، أحسنت قلب. نمشي ونحضروا كأس العالم. كما قلت لكم كنت منقطع شوية على اليوتيوب، نهبط كيف فيديوهات شورت، والأمر مش مني. جينا في المجموعة الثانية في بلاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ندخل بعض التعديلات على التشكيلة. كما تعرفوا فيديو طويل راهو يستغرق مني برشا وقت من أجل المونتاج. فيديو كما هكا يستحق 3-4 سوايع مونتاج على الأقل. على هيك ما نجمش أنا نضيع الوقت في إعداد الفيديوهات وأهمل دراستي. على هيك انتظرت لنهاية العام الدراسي، والحمد لله كما قلت لكم قبيلي انتهى بنجاح، وجيت الرابع على كلاسنا. ندخلوا الأول مباراة. تحية لجميع الجزائريين اللي يتفرجوا فينا بالمناسبة، ونشكركم على الدعم اللي كنتوا تشوفوا في الإحصائيات متاعو. ما تنسوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي فيديو. أول فرصة في كأس العالم، من المعقول أنه بوب هدف جا في غدرة ما فقتش بيه الصراحة. قاعد نحكي معاكم للجيل هدف في غدرة، تصدمت مريتش جاي على الطلعة صحت البونتو. أول هدف كأس العالم. هاي فرصة أخرى الولاد، هيا فما خطأ، لحظة بركة، فما خطأ تقريب، أي صحيح فما خطأ. من المعقول شباب راني الفيديو هذا عنده شهور من اللي بعثولي صديقنا حسن، غير كما كنت نحكي لكم ما نجمتش نهبطوا. فرصة خطيرة، هيا والثاني يا ثاني الأهداف الشاب يسجلوا. وشباب احنا متعودين في العادة كي نعمل تحدي كيما هكا كأس عالم يعود على 3 أجزاء، المرة هذه باش يعود على جزء واحد. ما تنسوش تكملوا للآخر طوال 20 دقيقة من المتعة. فرصة أخرى، الدفاع يبعد الكرة، الضغط مسلط من عندي أنا. هاي كرة خطيرة. آخر لحظات المباراة وتنتهي أول مباراة ب2-0. لازمنا نواصلوا في النتيجة الإيجابية كمان هكا باش نوصلوا النهاية ونحققوا التحدي متاع صديقنا حسن. وشباب ما تنسوش تفعيل الجرس خاطر يستنى في الصيف باش نبطلكم برشا فيديوهات
حوالي 20 تحدي، وباش نولي زادا نلعب اف سي موبايل، وحضرت لكم فيها برشا تحديات. المهم بركة ما تنسوش تدعموني باش تشجعوني في المونتاج، خاطر كما تعرفوا راه المونتاج يضيع برشا وقت، وباش نولي كل حلقة نوريكم اخر افضل الكومنتات. على هيك ما تنسوش تحط كل واحد الكومنتير متاعو باش يشوفوا في الحلقة الجاية او الفرصة. منتخب الانجليزي صعب شوي الحق الفوز، نحاولوا. فرصة خطيرة ساكا، هذه فرصة، هيا تسديد، يو كلين شيت جميل صراحة من الحارس. هاي فرصة الجول، والجول جول 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 جول. بن طالب يسجل ثالث أهداف كأس العالم، وأول هدف في المباراة، وأول هدف شخصي ليه أيضا. وشباب فما شكون طلب مني في الكومنتاريات اني باش نولي نلعب جراني. صديقي منجمش الصراحة نطبق لك الطلب متاعك، لخاطر انا المحتوى متاعي الصراحة كرة القدم، منجمش نغايره ونولي نلعب العاب رعب. سامحنا المرة هذه، واذا عندك فكرة متاع لعبة كرة قدم عادي يكتبنا في الكومنتاريات، ونضمن لك اللي انا باش نعمل لك التحدي متاعك اللي تحب عليه. وانتم زاده شباب اللي تتفرجوا فينا اللي عنده فكره متاع فيديو يكتبنا في الكومنتاريات. اخر فرصه في المباراه، كما كنت نحكي لكم اللي عنده فكره يكتبنا في الكومنتاريات، واللي عنده فكره في فوتبول ليج يكتب لنا اسم بطوله واسم الفريق اللي حابنا نرفعوا به البطوله، اما على شرط يعود الفريق هيك مهزش في البطوله طوال مسيرته، مثلا شامبيونز ليج بباريس سان جيرمان. واذا تحبوا نعملوها اكتبونا في الكومنتاريات. هذه بقية النتائج. نتوجه لاخر مباراة في دور المجموعات ضد ايران. في هذه المباراة مطالبين بالتعادل او الفوز او الخسارة، ميهمش ضمن الترشح، اما من المستحسن ان نفوزوا باش نعززوا الاهداف ونترشحوا كرتبة اولى. اول خطورة والحارس يتصدر، كرة قوية ما خلتلهاش، هاي هذه فرصة جول، هيا كرة ضعيفة، فرصة أخرى من نفس الجهة، هاي تسديد، تمكنا من الوصول للدفاع، هيا فوق الكرة. الحكم يضيف دقيقة وانتهاء المباراة بدون تسجيل أي هدف، وترشحنا أكيد إلى الدور التالي. نشوفوا بقية المنتخبات اللي ترشحت واللي من الممكن أن نقابلوها في المباريات القادمة. فات التعادل 0-0 إحصائيات المباراة. أفضل لاعب كان لعبهم هما بتقييم 7.1. المغرب تتفوق ب6 مقابل 1 ضد كندا. والصراحة أفضل تحدي عملته في القناة هو تحدي كأس العالم بالمغرب، استمتعت فيه على الآخر. هذه الفرقاء المترشحة للدور التالي منهم المغرب، وحسب ما نتذكر وقتها تمكنت من تسجيل 20 هدف تقريبا في ذلك التحدي. المغرب ضد ألمانيا وإحنا ضد السنغال، إن شاء الله نربحوا باش نكملوا المسيرة للآخر. هيا أي واحد يتوقع عنا باش نكملوا للنهائي ونفوزوا، ما ينساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ويكتبونا في الكومنتات.
كرة أول فرصة تعود من جانب السنغال في المباراة، فرصة خطيرة آي جنب القائم. هاي كونتر اتاك، يجري يكبس روحك. هاي فرصة خطيرة، ما فماش دعم هجومي، طلع وحده وهو صديقه. وهي تسديدة وتضرب في الدفاع. كرة وضعيفة دخلت على الكرة. هيا قريبة كانت من المرمى. كرة أخرى وانتهاء المباراة بنتيجة تعادل سلبي 0-0. وهكا نمر الأشواط الإضافية، وإذا تعادلنا نمر البلانتيات. هذه إحصائيات المباراة. وفات المباراة بالتعادل، الأشواط الإضافية بالتعادل 0-0. مرينا لركلات الجزاء، ضاعت الأولى من جانب الطرفين. سال السنغال تضيع هذه. هيا بيه لازمنا نسجلوها. ذي زاد ثاني كرة السنغال وتسجل أول هدف. هيا والجول. جول السنغال. ويضيع منتخب السنغال. إذا نسجلوا هذه نضمن الترشح والجول. إذا ضيع السنغال نترشحوا إن شاء الله. ضايعة يسجل. ترشحنا مرهون في هذه الركلة إن شاء الله جول. إن شاء الله جول. وكانت ترشحوا لدور الربع النهائي، وإمكانية كبيرة تقريبا ضد المنتخب الفرنسي على ما أظن. إمكانية كبيرة كما قلت لكم ضد المنتخب الفرنسي اللي تغلب على كرواتيا. إن شاء الله مربوحة. ندخل بنفس التشكيلة اللي لعبنا بها من أول كأس العالم كما كنتوا تشوفوا قبيلة شوي. تشكيلة المنتخب الفرنسي. والفيديو هذا شباب باش يعود الفيديو رقم 120 تقريبا في القناة. أول خطورة فما مخالفة وقريبة على الخط. إن شاء الله بركة تتسجل. قريبة. هاي حطها في الجول. هاي كرة تضرب في الجدار ويبعث الدفاع. كرة مرة أخرى. هاي خطيرة. هاي شبي وحده. هاي الأسيست. كانت جميلة غير مليون نحيها. هاي يقطع الكرة. تسديدة غير تضرب في الدفاع. مباراة محتمة من أول الثواني. أول فرصة في الشوط الثاني دقيقة 70. هاي نحي بعد الخطر يلعب الحارس. كرة مرة أخرى محرز بالدقيقة 80. هيا وانتهاء الوقت الرسمي للمباراة. ونرجع للأشواط الإضافية وإن شاء الله يصير فيهم الفرق وما نلتجوش لركلات الجزاء. يصير تغيير في صفوف الديوك الفرنسية. فرصة في 113 المنتخب الفرنسي إن شاء الله سلاميات. هيا ويبعد الكرة الحمد لله في 118. هيا اضغط عليه فك الكرة. هيا الحكم يضيف 0 دقيقة. هيا سجلها. هيا والجول. جول. بونتو في آخر لحظات بالرغم من أنه الحكم ضاف 0 دقيقة خاطر ما ضيعناش وقت، إلا أنه منجمش يقص عن المباراة خاطر فرصة هدف محقق والحمد لله سجلناه. وهكا نمر لدور النصف النهائي وإن شاء الله نتفوقوا زاد في النصف النهائي.
هيا شباب خمم وفيس اللي عنده فكرة يكتبها لنا في الكومنتات. عاونوني في إيجاد الأفكار. إحصائيات المباراة وأفضل لاعب في المباراة كان بن ناصر بتقييم 7.1. بعده جي وأفضل لاعب كان في فرنسا رابيوت ضد المنتخب البرتغالي ضد رونالدو يعنتها. والمنتخب البرتغالي هو آخر فريق عملنا به تحدي وقت كأس العالم، كيف كانت من أحد المشتركين طلبها منا، وتمكنا أيضا من رفع اللقب. شباب سامحوني في رمضان بديت دخلت في سلسلة جديدة وما كملتهاش. لحظة نكملوا الفرصة وبعد نرجع لكم سامحوني. يو ملا تألق من الحارس برجولة. كما قلت لكم بديت سلسلة جديدة وما كملتهاش على خاطر كما كنت نحكي لكم مرة أخرى في مقدمة الفيديو نعاود ونكرر أني ما لقيتش الوقت، على هيك هبط منها 2 حلقات من أصل 5، وهي فكرتها تكوين فريق عربي في البطولة الإسبانية وبداية به من الدرجة الثالثة وصعود به للدرجة الأولى ورفع الشامبيونز ليج المحاولة. هكا كما قلت لك هبط منه حلقتين من أصل 5، تانو 3 حلقات الأخرين مانيش باش ننساكم فيها وباش نهبطهم لكم في الصيف. كثرة الفرص بالرغم من قلة الأهداف والكرة جول أمولا، هو من بدأها ومن أنهاها. احتفال أول أهداف كأس العالم كانت من أمولا وحاليا يعاود يسجل. عجبني اللاعب هذا من أول كأس العالم هو يخلق في الفرص. في الدقيقة 34 هاي فرصة الثاني تمر جانبي. حاليا تقريبا 5 ولا 6 فرص وما زلنا دخلنا في الشوط الثاني. سامحوني غلطت، مازلنا كي كملنا الشوط الأول. سامحوني شباب راني دخلت ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. انتهاء المباراة وبالانتصار 1-0 وأفضل لاعب كان لاعبنا 7.1 ومباراة النهائية ضد المنتخب الهولندي وألمانيا والبرتغال باش يلعبوا مباراة على الرتبة الثالثة. هذا تشكيلة المنتخب الهولندي: فان دايك أقوى لاعب ليفربول. شباب واللي ما يعرفش معلومة، المنتخب الهولندي يلقب بطل بدون لقب لأنه أكثر فريق وصل لنهائي كأس العالم بالرغم من أنه ما رفعوا حتى مرة. وشباب راني باش نهبط برشا فيديوهات زادة في الصيف على الثقافة الكروية، نسألكم أسئلة. أول فرصة أول فرصة كان من الممكن تسجيل الهدف الأول. لازمنا نضغطوا الصراحة الولاد، مازلنا في دقيقة 18. هاي ارجع بالكورة والتوزيع. ثاني فرصة اخلط عليه فوقها ليه التاكل ينجح الحمد لله. دخلنا في الشوط الثاني يجري الكرة بعيدة اضغط عليه هكاك. هيا الولاد هيا صراحة المنتخب الهولندي يخوف من أول مباراة هو يخلق في الفرص. العبرة في الخواتيم وانا متأكد اللي احنا باش نسجلوا. هيا كرة تمشي ومحرز في الجول جول. هدف النهائي يتسجل من قبل محرز اللي ما سجل حتى هدف في كأس العالم بالرغم من انه اقوى لاعب. هذه الإعادة كرة بارتباك دفاعي ركل الكرة في زميله، على هيك رجعت المحرز. تقريبا في الدقيقة 89 أهداف قاتلة نسجلوا فيها حاليا. كما قلت لكم في 95 تسجل هدف. كما كنت نحكي لكم العبرة في الخواتيم. وتمكنا من الفوز وفرحة اللاعبين، وأكيد أنا متأكد تو أنه صديقنا حسن فرحان اللي احنا لبينا له الطلب متاعه.
وما تنساش تكتب لنا رايك في الفيديو. هذه إحصائيات المباراة. أحسن لاعب كان هولندي، بعد يجي لاعبنا. وهكا نعودوا شباب، وصلنا لنهاية الفيديو. هذا مشوار كل فريق في خلال كأس العالم، وألمانيا تفوق على البرتغال، وألمانيا تفوقت على المغرب وعلى البرازيل، أما خسرت ضد هولندا. كما كنت نحكي لما كعود وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس، وتستنى فيكم برشا فيديوهات ممتعة. السلام عليكم.